أنا سمعتكم تتكلموا عن حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، صحيح؟ أي تكلمنا هذا. بارك الله فيكم. أريدكم تثبتوا لي أن علي لم يهاجر من أجل الزواج من فاطمة ومن أجل أن يأخذ الأخماس من النبي. اثبتوا لي أنه هاجر لله ورسوله. نعم، مثل كذلك بسهولة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت أو لو أعطينا الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله. يحب فعل مضارع يدل على الاستمرار في كل حالاته، ومحب لله ورسوله، والله ورسوله يحبونه، وبالتالي لم يصدر من أمير المؤمنين أي مخالف، وإلا ما قال النبي تحدث بلغة المضارع. يحب يعني حب مستمر، والصحابة تمنوا هذه المحبة. سعد بن أبي وقاص يقول إنها أحب إلي من حمر النعم. النبي لم يعد الصحابة بالدنيا ولا بمال. علي عندك هاجر. لا سعد بن أبي وقاص لو كانت هذا الأمر اللي ذكره الشيخ أستاذ أبو عبد الله، لو كان الأمر اللي ذكره الشيخ من أجل الزواج، فيعني معناه سعد بن أبي وقاص كان يريد الزواج، وهذا باطل. قال إنه هذه أحب إلي من حمر النعم، فمعناه أنه الصحابة فهموا غير ما تفهم. حج وعد. أبو بكر لديه المال والزوجة، عمر لديه المال والزوجة، وعثمان لديه المال والزوجة. ما ثبت. ممكن بس أنا أكمل. هذا ما ثبت. علي ليس لديه المال. الآن قالوا آية للفقراء، أبو بكر كان فقير. لو سمحت بس أبو بكر معروف أنه كذب. أبو بكر ما عنده مال. اسمعني بس يا أخي، كذب. هاي أكاذيب. تسمح لي بس أثبت لي أن علي كان يملك المال والزوجة عندما هاجر. أثبت لي أن علي كان يملك المال والزوجة عندما هاجر. ليش تقاطع لما نتكلم؟ قلت تفضل. علي عندك هاجر للدنيا. أنا ازدد بمن؟ هذه نازله في الامام علي لما الامام علي نام بفراش النبي في الهجره. لا يعني كان مامورا من الله تعالى ان ينام ما عندك اصلا النوم في الفراش، ما هي ثابته عندك، ما هي ثابته، ما معك روايه صحيحه اصلا. اعطيني دليل ان علي هاجر الى الله ورسوله، ما هاجر لدنيا يصيبها وامراه ينكحها. ليش تقاطعوا؟ أعطيني دليل أن علي هاجر لله ورسوله. اسمع عبد الله اسمع بإذنك. اسكت خليه يتكلم. أنا راح أسكت. هاجر لابنه هاجر لأنه مأمور أن النبي أمره أن يبقى بفراشه، والآية يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يلا. واحمد بن حنبل روايه ابن عباس يقول يعني لقد علي شرى نفسه علي بن ابي طالب ونام يعني علي ليس من المهاجرين. يعني علي ليس من المهاجرين عندك؟ لم يهاجر ويا النبي، هاجر بعده، اخذ الفواطم الثلاثه. يعني مهاجر ام ليس مهاجر؟ من اللي نام بفراش النبي؟ ما حد نام في فراش النبي، ما حد نام. يا الله. شفتم جهل هؤلاء؟ أعطيني دليل أن علي هاجر لله ورسوله ولم يهاجر لفاطمة وما للنبي. تفضل. أريد دليل. أرجوك. إيه، راح أسد المايك واستمع. بابا كل الذين كتبوا في التاريخ، في السير، في الطرقاعة. طيب حجينا ممكن المجال أجاوب بس. يا أبا عبد الله. إخواني وعلى راحتكم، بس أتكلم نقطة. تفضل سيدنا. طبعا مفضل سيدنا. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هاجر من أجل الزواج من فاطمة، أنا أقبل ماشي، لكن تلتزم معي بهذا اللازم. شوفوا إخواني أعزائي المشاهدين الكرام، صحيح الجامع يقول خطب أبو بكر وعمر، هو يقول رضي الله عنهما فاطمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها صغيرة فخطبها علي فزوجها. يعني الآن أبو بكر وعمر أيضا هاجر من أجل الزواج من فاطمة، تكمل، لأنهم أراد الزواج منها وعلي أراد الزواج منها. أنا ما عندي مشكلة طالما أنت الآن تقر بلسانك أن علي هاجر للدنيا. يا رجل بس اسمع. طيب اسمعني. الله عز وجل يا رجل. طيب خلينا نتكلم. ما يصير. من أجل خطبة فاطمة. خلينا نتكلم. أبو بكر وعمر هاجر طيب. من أجل خطبة فاطمة. راح أتكلم. طيب يا رجل خلينا نتكلم وأسلم، ما في مشكلة. خلينا نتكلم بس. خلينا نتكلم بس. ممكن أتكلم يا رجل؟ الله عز وجل. ممكن تسمع هذه الآية؟
الله عز وجل يقول يا رجل اسمع بس. علي بن ابي طالب خطب فاطمه. يا رجل خليني بس اجاوب. ابو بكر وعمر خطبوا فاطمه ورفضوا من النبي وزوج علي. كذلك بس خليني وعمر خطبا فاطمه هجرتهما من اجل الزواج من فاطمه. طب خلصت حبيبي. خلصت حبيبي خلصت. الآن الله عز وجل يا رجل الله عز وجل يقول ومن يريد حرث الدنيا نعطيه من حرثها وما له في الآخرة من نصيب. علي ليس له في الآخرة من نصيب باعترافك، إذن هو من أهل النار يوم القيامة، صحيح؟ تقر بذلك؟ ماشي أنا أسلم. خلاص انتهى الحوار، طار دينكم يا شيعة. انتهى الحوار خلاص. وعمر انهم اراد حرث الدنيا. إذا كان معصومك ركز معي. إذا كفر أبو بكر وعمر، اسمعني بس، إذا كفر أبو بكر وعمر لا تسلم. يا رجل اسمعني بس، طب اسمعني. إذا كفر أبو بكر يا رجل عليه هذه القاعدة وفي أبي بكر وعمر مع أنهما خطبا. أقول لك ليش؟ لأن أبو بكر وعمر أصلا متزوجين وعلي ليس متزوج، فلا يلزم منهم هجرتهم إلى فاطمة، لكن علي هاجر للدنيا. يعني لو كان علي بن أبي طالب متزوج وأراد أن يتزوج فاطمة ممكن نقول أراد أن يثني. الآن أنت أثبت أن علي في النار والشيعة كلهم تبع، وأنتم الشيعة جميعكم تبع لعلي، فإذا مبروك عليكم النار مع خطبة إبليس. نلقاكم.